أما توحيد الربوبية فهو إفراد الله عز وجل بالملك والخلق والتدبير، إفراد الله بالخلق والملك والتدبير. فإفراده بالخلق بأن يعتقد الإنسان أنه لا خالق إلا الله عز وجل. قال الله تعالى: ألا له الخلق والأمر، وهذه الجملة تفيد الحصر، وطريقه هنا تقديم الخبر، لأن القاعدة في البلاغة أن تقديم ما حقه التأخير مفيد للحصر. وكذلك قوله تعالى: هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض، فإنه يفيد اختصاص الخلق بالله عز وجل. ولا يرد على هذا ما جاء في الكتاب والسنة من إثبات خالق غير الله، مثل قوله تعالى: فتبارك الله أحسن الخالقين، ومثل قول النبي صلى الله عليه وسلم في المصورين يقال لهم: أحيوا ما خلقتم. لأن هذا الخلق الكائن من المخلوق ليس خلقا حقيقة، وإنما هو تحويل للشيء من حال إلى حال، وليس إيجادا بعد عدم. ثم هو أيضا ليس بشامل، إذ أنه محصور بما يتمكن الإنسان منه، ومحصور أيضا بدائرة ضيقة ليست شاملة، فلا ينافي هذا قولنا إفراد الله بالخلق. كذلك إفراده بالملك، بأن نؤمن بأنه لا يملك الخلق إلا خالقه سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: ولله ملك السماوات والأرض قل من بيده ملكوت كل شيء. والآيات في هذا كثيرة تدل على أن المنفرد بالملك هو الله سبحانه وتعالى. وهذا أيضا لا ينافيه إثبات الملكية لبعض المخلوقات، مثل قوله تعالى: إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، ومثل قوله: أو ما ملكتم مفاتحه، وما أشبهه. وذلك لأن ملك المخلوق ليس كملك الخالق، فإنه ملك محدود في نطاقه، لا يشمل إلا شيئا يسيرا جدا من هذه المخلوقات. فالإنسان يملك ما تحت يده، لكن لا يملك ما عند غيره، أليس كذلك؟ ثم هذا الملك أيضا قاصر من حيث الوصف، لأن الإنسان لا يملك ما عنده تمام الملك، ولهذا لا يتصرف فيه إلا على حسب ما أذن له فيه شرعا. لو أراد الإنسان أن يحرق ماله مثلا قلنا لا يجوز، ولو أراد أن يعذب حيوانا تحت يده قلنا لا يجوز، لكن الله عز وجل هو الذي يملك ذلك كله، وملكه عام شامل. كذلك هو المنفرد بالتدبير، فالذي يدبر أمره هو الله سبحانه وتعالى. وما يحصل للإنسان من التدبير فإنه كما قلنا من قبل في الملك تدبير محفوظ بما تحت يده، وهو أيضا تدبير غير مطلق، إذ لا يملك التدبير إلا على حسب ما أذن له فيه شرعا. وبهذا صح قولنا إن توحيد الربوبية هو إفراد الله بماذا؟ بالخلق والملك والتدبير.